النهارده فيديو مراجعه موبايل جديد لسه نازل مصر بشكل رسمي من خلال الوكيل بضمان محلي، وسيبك بقى من الموبايلات الضمان دولي. الموبايل من شركه هواوي واللي مهتمه جدا بالفئه الاقتصاديه الفتره الاخيره. الموبايل هو الهواوي نوفا واي 90. لو تفتكر من فتره احنا راجعنا الواي 70 اللي كان بيقدم مواصفات اقتصاديه مقبوله بالنسبه لسعره. دلوقتي هواوي قالت انا هنزل موبايل احدث في فئه اقتصاديه اعلى شويه بمواصفات اعلى شويه. يعني الواي 90 بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير، شحن سريع 40 واط، معالج سناب دراجون 680، شاشه كبيره 6.7 بوصه 90 هرتز، وكاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل. خلينا نتعرف اكتر على النوفا واي 90 في فيديو النهارده كمميزات وعيوب زي ما انتم متعودين، وفي نفس الوقت عاوزين ننقل تجربه كده لو انت واحد لسه شاري موبايل هواوي هتتعامل ازاي وهتنقل الداتا بتاعتك ازاي، خصوصا الواتساب اللي عامل قلق لناس كتيره في ان هم ازاي ينقلوه. هشرح لك النهارده ازاي تنقل الواتساب بكل سهوله. يلا زي ما انت متعود لايك الجميل، ويلا بينا نبدا المراجعه. اهم خطوه لما بتشتري موبايل هواوي جديد نقل الواتساب. انا هشرح ليك طريقه بسيطه عشان لو انت مش محترف في الموبايلات تعرف تعملها بسهوله. اول حاجه الواتساب موجود عادي على الاب جاليري، سطبته من عليه بكل سهوله، بس ما تفتحوش دلوقتي، اصبر شويه. ده بقى موبايل قديم عليه الواتساب، شاتس، صور، لوكيشنز، فويس. عاوز بقى تنقل كل الكلام ده؟ يلا بينا. اول خطوه تدخل على اعدادات الواتساب على موبايلك القديم، وادخل على شات، وبعد كده شات باك اب، وبعدين دوس باك اب علشان تضمن ان اخر محادثات عندك عملتها النهارده اتعمل لها باك اب من موبايلك القديم. خلصت افتح بقى فون كلون على موبايلك الهواوي الجديد، واختار ان ده جهاز جديد، وبعد كده اختار انك هترجع الداتا من موبايل اندرويد. ممكن تبعت بقى تطبيق فون كلون من خلال البلوتوث لموبايلك القديم او تسطبه من البلاي ستور، موجود عادي. تفتح بقى الفون كلون على موبايلك القديم وتختار ان ده الموبايل القديم، وتعمل سكان للكيو ار كود اللي هتلاقيه ظاهر على الموبايل الجديد، وهتلاقي الموبايلين بقوا متوصلين ببعض خلاص. على فكره من خلال الفون كلون ده تقدر تنقل كل حاجه من موبايلك القديم لموبايلك الجديد، بس احنا دلوقتي هننقل الواتساب بس. هنشيل المارك من قدام كل حاجه، وبعد كده ندخل على ابس، وبعدين نختار واتساب وندوس اوكي. هنلاقي باك اب الواتساب اتبعت لموبايلك الهواوي الجديد. بعد ما يخلص نقل افتح بقى الواتساب اللي سطبناه على موبايلك الجديد ودخل رقمك واعمل له فيريفاي. هتلاقي بعدها بيقول لك في باك اب على موبايلك اللي احنا بعتناه ده، عاوز ترجعه؟ قول له ايوه رجعه. بعد ما يخلص هتلاقي كل الواتساب بتاعك اتنقل. اها ايه رايك؟ طيب ولو انت بقى مسيف شويه لوكيشنز على جوجل مابس وعاوز تنقلهم، على فكره المابس موجوده برضو، دور عليها في الاب جاليري وسطبها وبتشتغل عادي. بس لو حابب تاخد تجربه بيتا المابس بتاعت هواوي اللي شغاله كويس جدا، وعاوز بقى تاخد اللوكيشنز القديمه بتاعتك اللي متسيفه على المابس للبيتا المابس علشان تستخدمها، من جوه بيتا المابس دوس تحت على مي، وبعد ما تعمل ساين ان بالهواوي اي دي هتلاقي حاجه اسمها ماي فيفورت، ادخل عليها هتلاقي تحت امبورت فروم جوجل، دوس عليها. هتلاقي في الاول الخطوه الاولى دوس عليها، هتروح على براوزر، اعمل ساين ان بالجيميل بتاعك اللي عليه الداتا بتاعت المابس، واعمل اكسبورت او تصدير للداتا اللي انت عاوزها من جوجل مابس بتاعتك، وهتتبعت على الميل بتاعك الجيميل. روح اعمل لها داونلود، وبعد كده ارجع للبيتا المابس واعمل الخطوه الثانيه اللي هو بتاع اختار ملف وتعمل له امبورت، وهتلاقي بقى كل اللوكيشنز المتسيفه بتاعتك اتنقلت على بيتا المابس. برامجك بقى العاديه فيسبوك، ماسنجر، انستجرام، تيك توك، كل حاجه موجوده عادي على الاب جاليري، وكل تطبيقات البنوك هتلاقيها برضو على الاب جاليري. اي حاجه بقى انت مش لاقيها على الاب جاليري ممكن تعمل عليها سيرش في بيتا سيرش وحمل التطبيق بسهوله. في ميزه برضو موجوده لو مش حابب تحمل تطبيقات كتير على موبايلك اسمها كويك ابس، ودي بتلاقي فيها تطبيقات كتير تقدر تشغلها من غير ما تحملها وتستفيد بخدمات التطبيق من غير ما تاخد مساحه على موبايلك. طيب واحد هيجي يقول لي انا الداتا بتاعتي دلوقتي كلها على موبايلي الهواوي، اعمل ايه في الباك اب؟ يعني لو الموبايل ضاع او اتسرق. اقول لك بص يا سيدي، عندك بقى الهواوي كلاود، مساحه 5 جيجا مجانيه تقدر ترفع عليهم اي حاجه من اختيارك، ولو حابب تزود ال 5 جيجا متاح برضو، بس هتدفع اشتراك شهري. وعلى فكره تقدر تعمل فايند فون من خلال برضو نفس الحته دي، علشان كده يبقى انت عندك خدمات متكامله على موبايلك الهواوي. هواوي عامله عالم خاص بيها علشان ترضي عملائها اللي بيحبوا يشتروا موبايلات هواوي بسبب الخامات المحترمه، الموبايلات بتاعتهم بتعيش، وخدمه العملاء كويسه، وكمان في عروض صيانه بتتعمل اول باول، وعروض على تمديد فتره الضمان بتاعك من خلال هواوي كير. دلوقتي هسالك سؤال، لو انت معاك موبايل من هواوي قول لي رايك فيه والتجربه بتاعته على خدمات هواوي، وشايف انك ناقصك حاجه ولا واخد تجربه متكامله. نرجع بقى للواي 90 اللي احنا هنراجعه النهارده. الموبايل ده تصميمه احلى ما فيه، تصميم شيك جدا، اللون السماوي اللي معايا بيعمل شويه انعكاسات مع الاضاءه كده، تحس فيها تاتش بنفسجي خفيف مديله سنه شياكه، وفي دايره بارزه فيها الكاميرات والفلاش، مديها ستايل ومنظر للموبايل مختلف عن كل الموبايلات المنافسه. الموبايل حجمه كبير شويه علشان شاشته كبيره، وزنه 195 جرام، تخانته حلوه 8.4 مللي، والفريم بتاعه مسطح مش كيرفد علشان تاخد ماسكه في الايد كويسه ما يتزحلقش منك بسهوله.
نبص على شاشه الواي 90 هنلاقيها شاشه كبيره 6.7 بوصه اي بي اس بدقه فول اتش دي بلس بتردد بيوصل ل 90 هرتز مع استغلال ممتاز لحواف الشاشه، خصوصا الحافه العلويه قليله جدا ودي حاجه كويسه بتدي لك ايحاء انك ماشي بموبايل غالي. الشاشه الوانها كويسه، ما واجهتش معاها مشاكل، الالوان مظبوطه من غير لعب كتير في الالوان، سطوعها تحت الشمس مقبول على انها اي بي اس، بس انتوا عارفين انا طماع واكيد كنت احب ان الشاشه تكون املت، بس ارجع واقول لك تصنيف هواوي للموبايل ده انه اقتصادي مش فئه متوسطه. نبص على المعالج هنلاقي سناب دراجون 680 تكنولوجيا 6 نانو، وده المعالج الاشهر الموجود حاليا في معظم الموبايلات من اول الاقتصاديه زي النوت 11 من شاومي لحد موبايلات غاليه زي الاوبو رينو 8 4G. انا ما عنديش مشاكل مع المعالج ده، بس لازم تفهم ان المعالج ده متصنع علشان يديلك اداء متوسط في الاستخدام اليومي بدون ما يسحب منك بطاريه كتير، بس هو اداؤه مش صاروخي يعني. ذاكره التخزين هنا من النوع المعقول يو اف اس 2.1، فده مساعد الموبايل ان اداؤه يكون معقول. طبعا واجهه هواوي مستقره جدا، انيميشنز الموبايل ممكن تكون كتير شويه ومحسوسه شويه، بس هي ادائها ثابت ومستقر، ما بتتغيرش وما بتعملش لاج، بس هي كتير زي ما انا بقول لك. وارجع واقول لك المعالج ال 680 مش موجه لفئه الجيمنج، بس بيقدر يشغل ببجي بدون مشاكل على اعدادات جرافيك متوسطه بدون اي تهنيج او سخونه في الموبايل مبالغ فيها. بصمه الواي 90 على زرار الباور، اداء كويس جدا وسريع، وكمان الفيس انلوك سرعته كويسه جدا. الموبايل هنا فيه مايك اضافي لعزل الدوشه. الصوت بتاعه هو مونو مش ستيريو، بس الصوت عالي على انه طالع من سماعه واحده بس، على حساب طبعا البيز قليل شويه. الموبايل هنا للاسف ما فيهوش سنسور جايروسكوب وسنسور التقارب سوفت وير علشان ما فيش مكان في الحافه العلويه يتحط فيه السنسور. بص انا جربته في المكالمات اداؤه معقول، بس مش اظبط حاجه، مش زي السنسور الحقيقي اكيد. وبالنسبه لشبكات الواي فاي والاتصال، بص يعني هو مفيش اقوى من كده حرفيا، ده احسن شبكات ممكن تاخدها من موبايل. بطاريه الواي 90 5000 ملي امبير، ادائها كويس جدا جدا. الموبايل ده صعب يفصل معاك شحن خلال يوم، البطاريه تعدي 9 ساعات شغل مستريح قوي. حرفيا هواوي شاطره في البطاريات. وكمان الشاحن اللي بيجي مع الموبايل في العلبه 40 واط بيشحن نص البطاريه في ساعه، وده وقت كويس جدا. الكاميرا الخلفيه هنا 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.8 مع عدسه ماكرو وعدسه عزل، مفيش الترا وايد للاسف. والسيلفي 8 ميجا بكسل موجود في ثقب الشاشه، فتحه عدسه 2.0. بص لما جربت الكاميرات، الموبايل بيطلع صور عاديه بكميه تفاصيل متوسطه او عاديه مع الوان متوسطه، ولا هي بهتانه قوي ولا هي مشبعه وعينك تحب تشوفها، مع دايناميك رينج اقل من المتوسط شويه. بس خلي بالك الموبايل لسه هيوصل له ابديت يظبط الكاميرات ويخليها متوافقه اكتر مع السنسور ال 50 ميجا بكسل، بس انا مش عارف بقى ليه مفيش عدسه الترا وايد. اما السيلفي فهو متواضع حبتين على قد ان هو 8 ميجا بكسل، ما تتوقعش بقى اداء خيالي، هو سيلفي على قد ان الموبايل ده فئه اقتصاديه. اسيبكم بقى مع تصوير الفيديوهات. وده كده تيست لتصوير الفيديوهات بالواوي نوفا واي 90 اللي اخره في تصوير الفيديوهات على جودة 1080. مفيش 4K اكيد عشان البروسيسور المستخدم سناب دراجون 680. عموما ده كده جودة تصوير الفيديوهات على 1080، نشوفها عاملة ايه. طبعا هتلاقي الفيديو بيتهز شوية علشان مفيش سنسور جيروسكوب. نشوف الالوان التفاصيل، والمرة نشوف جودة الصوت لان الموبايل فيه مايك اضافي لعزل الدوشة. بالنسبه للاسعار، السعر الرسمي للنسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام في مصر حوالي 7800 جنيه، وينفع تركب شريحتين اتصال وما ينفعش تركب كارت ميموري. رايي النهائي الواي 90 بيقدم تصميم جميل، شاشه كبيره بحواف قليله 90 هرتز، بطاريه قويه وشحن سريع 40 واط مع شبكات قويه جدا. طيب الواي 90 كان محتاج سنسور جيروسكوب حقيقي، محتاج برضو ابديت للكاميرات يخلي الاداء بتاعها احسن، ومش هقول لك محتاج معالج اقوى لان الفئه دي ما فيهاش معالجات افضل من كده خصوصا بعد ارتفاع الاسعار. وفي الاخر مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، ان انا طالع اراجع موبايل واقول عليه ان هو اقتصادي وفي الاخر يبقى سعره 7000 جنيه وشويه. الازمه الحاليه كبيره واسعار الموبايلات فعلا غاليه جدا، فخلي بالك من موبايلك وفكر كذا مره قبل ما تشتري موبايل جديد. تنساش بقى دلوقتي اللايك الجميل اللي عملته في الاول، وتكتب لي كومنت وتقول لي لو معاك موبايل هواوي ايه رايك في الواجهه بتاعته وتجربه خدمات هواوي، وقول لي ايه رايك برضو في النوفا واي 90 وايه السعر اللي انت شايفه هيخلي الموبايل منافس. وتاكد ان انت عامل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، فولو لو بتشوفنا على الفيسبوك. اشوفك في حلقه جديده من حلقات موبيزل. كان معاكم احمد سعيد، سلام.